السلام عليكم، رجعنا وياكم بحلقة جديدة. بهاي الحلقة سلمنا العقاب أبو الفطايس للرجل الملعون. هنا أنا راح أحرق عليكم في بعض الأحداث. سلمنا العقاب ورحنا السوق الغزل ندور على أفعى سوداء أو عربيد. شنو قصة الأفعى السوداء والعربيد؟ راح تفتهمون موضوعها بهذا الفيديو. يجب عليكم أن تشاهدون هذا الفيديو إلى أبعد نقطة ممكنة من الدقائق. بس قبل كل شيء اترك لنا تعليق، نقطة، حرف، رقم، أي شيء، ولا تنسى تخلي لايك لهذا الفيديو. بعدك ما مخلي لايك، أنا أدري بيك، فلهذا حضرت أنا الكاميرا اللي تباوع البعد الأب لك حتى أشوفك أنت وين، حتى أصورك. ابتسم. خرب وإن كارثة. طقيت لك صورة روحي، راح أفضحك. وملاحظة جدا مهمة، فقرة المتابعين مال هلك وين جنداري انتهت. أنا أعتذر عن اللي دزوا لي الفيديوهات وما راح أخليها بهذا الفيديو. راح أسوي لكم فقرة أخرى تختلف وإن شاء الله تعجبكم، ودق بوكسيات كفيلكم العباس. نسيت أقول لكم شغلة، من بعد ما سلمنا الصقر استلمنا رسالة من الرجل الملعون. تعالوا شوفوا شنو أحداث هاي الرسالة. تنشد علي، هي أحداثها يعني مربوطة بالعربي. من الأخير أقول لك نشاهد الرجال. ويا بداية اليوم الأول اللي لازم نودي الصقر للرجل الملعون. شوفوا الدراجة صبحت عليها بنشر. هذا البنش، هذا السيم داخل بالتاير. طبعا التاير تشوبلس ومبنشرها. شوفوه، يعني بدت أول عرضة إنه بأول يوم للمهمة. الله بالخير، الله بالخير. وهاي تاليها من الصباحيات، ما جاي يجر عدل ويانا والله. ايه وبدال الوحدة صار ندني. يا حسين راح يصير البنشرشي الخاص مالتي. شو اسولف وش احكي، بنشرت دراجتي من الصبح يا عبود.